الحكاية بدأت من السعودية لما بسمة فاجأت جمهورها بصور هادية جدا من داخل منتجع خاص وفخم ظهرت فيه مع أولادها الثلاثة وسط طبيعة ساحرة وخصوصية كاملة. وناس كتير علقت على قد إيه شكلها مرتاحة ومتوازنة وكأنها بتبدأ صفحة جديدة في حياتها. بس المفاجأة الحقيقية ما كانتش هنا. قبلها بأيام بسمة كسرت السوشيال ميديا بصور من الجيم، رشاقة وجسم متناسق وجمال خلى الكل يسأل إيه سر التحول السريع ده. لكن ورا الابتسامة دي كانت في حكاية وجع تقيلة. بسمة خرجت واتكلمت عن سنة 2025 وقالت إنها كانت من أصعب سنين حياتها بسبب أزمات صحية خطيرة عدت بيها العيلة، وأكدت إن ابنها آدم خضع لعمليات جراحية دقيقة، وكمان تامر حسني مر بظروف صحية صعبة جدا واتعمل له عمليات في سرية تامة. واللي صدم الناس أكتر هو موقف بسمة نفسها. رغم الانفصال ظهرت داعمة لتامر بكل قوة، بتدعيله وبتتكلم عن الهدوء والشفاء وكأنها بتعلن نهاية سنة الوجع وبداية راحة جديدة. لكن القنبلة اللي فجرت السوشيال ميديا بجد كانت مع أول ساعات 2026، ظهور مفاجئ لبسمة وتامر وأولادهم مع بعض في رحلة عائلية غامضة على شواطئ الجونة. لقطات هادية لكن أسئلتها كتير. هل دي مجرد رحلة علشان الأولاد؟ ولا فعلا المياه رجعت لمجاريها؟ ولا دي بداية حكاية جديدة محدش كان متوقعها؟